هاي، النهاردة الجمعة 12 جولاي وفي تسجيلين نزلتهم في حلقتين نزلتهم واتمسحوا عشان في updates بتحصل او تغييرات كده بتحصل في الابليكيشن اللي انا بنزل منه. فانا مش عارفة ليه، بس المهم اتس اوكي لان انا كده كده يعني كنت بصيح فيهم. بس الفترة اللي فاتت كانت صعبة جدا بالنسبة لي، يعني باختصار عشان لسه معزلة بيت جديد في أنقرة. فمن ساعة ما جيت أنقرة، وهتقولي لي ايه ده انتي ليه عشان انا راجعة أنقرة بدري قوي كده؟ هقول لكم عشان انا الصيف بتاعي شهر واحد بس. وبرجع لازم ارجع بعدها على طول عشان هبتدي امتياز. بس فهي دي الاجازه اللي هي قبل الامتياز على طول، بتبقى شهر واحد. المهم فرجعت اول من ساعه ما رجعت بقالي كده تقريبا اسبوع او حاجه، اسبوع وشويه. الفتره دي كانت صعبه جدا بصراحه، اكتئاب شديد، يعني حزن شديد واكتئاب as in situational depression مش not the actual depression. وهو بسبب حوار التعزيل. حاسه ان انا ابتديت اتغرب تاني من اول وجديد، كاني لسه جايه انقره في سنه اولى جامعه. فعشان كده الموضوع احساسه اصعب، يعني لان كل حاجه جديده، امتياز، ان انا بتعامل كأن انا دكتوره بجد، دي حاجه غريبه جدا. ان انا بتعامل ان انا كبيره، ان النظام جديد تماما، ان بيت جديد في حي جديد انا عمري ما سكنت فيه، بعيد عن كل الشوارع اللي انا متعودة عليها، يعني بعيد عن كل الاماكن اللي انا كنت بخرج فيها وكده. مش بعيد برضو بعد فظيع انا بأفور بصراحة، لا هو بعيد بعد اللي هو بمشي. والفكرة هنا ان في أنقرة my main means of transportation او وسيلة المواصلات الأساسية بالنسبة لي في أنقرة هي المشي. يعني أنا ما بستخدمش مواصلات قوي، وهو ده الايه، يعني هو ده الكومن عامة هنا، احنا بنتمشى حوالينا وكده. بس المهم، فالشوارع اللي أنا كنت بحبها مش في مطلقة، مش في مطلقة، مش عارفة والله، مش المهم ديليت. مش في متناولي، مش في متناول، مش في متناولي I think بتتقال كده. المهم ف بس يعني فحاسه ان انا بتغرب من اول وجديد، وكمان الجروب اللي انا معاه جداد تماما. بس المهم النهارده كنت عايزه اتكلم بقى على حاجه معينه. اخيرا جهزت التوبيك، ولكن ما جهزتش الكلام as usual. بس التوبيك هي انه عايزه اتكلم عن احاسيس الغربه، عشان اي حد بيكون نفسه يتغرب بيكون راسم في خياله حاجات معينه، وقد ايه الغربه دي حلوه، وهسافر واعيش بره ويلا واعتقد هو ده اصلا اللي بيخلينا ان احنا ناخد الخطوه الاولانيه. و ماشي، دي حاجة حلوة بصراحة انه يكون عندنا فكرة غلط عشان تخلينا ناخد الخطوة اصلا، لان احنا لو فعلا عرفنا الغربة بجد عاملة ازاي ممكن ما ناخدش الخطوة، او at least that's for me. عشان انا بصراحة بعد ما قدت التجربة دي ف حاسه ان انا مش عايزه اتغرب تاني بصراحه. يعني انا لو هروح اي مكان، وتوضيح صغير، الغربه بالنسبه لي مش مكان على قد ما هي ناس. ومش كلام افلام بجد، بس هي دي الحقيقه. يعني انا I don't feel ان انا I belong لمكان معين. انا حتى في مصر على فكره بحس بغربه، لان انا I'm very uncultured، الناس نفسها بتقعد يعني صحابي بيشوفوني ان انا كأني اجنبية، وانا بحس نفسي اجنبية فعلا، بحس ان انا جاية تورست. عشان كمان برضو انا عمري ما عشت في مصر، انا كنت عايشة طول حياتي في السعودية. في السعودية طبعا عمري ما حسيت انها برضو بلدي، ان انا اي بلونج هناك. عشان انا ما احتكتش اصلا بسعوديين ولا اعرف اي حاجة عن الكالتشر السعودي برضو. فدي حاجة برضو، كانوا كل اصحابي عادي مصريين وشوام. هي دي ده الملخص. فانا I never felt ان انا I belong لمكان معين. هو الله لا، عادي، انا مصر اصلا ما كنتش بحبها خالص الا لما عملت صحاب هناك. يعني انا فاكره في الصيف بتاع الصيفات بتاعت مدرسة، انا كنت بكره اسافر مصر، كنت بكره جدا كده، لان ما عنديش صحاب، ما بخرجش في اماكن، مش عارفة ايه. دلوقتي بس من ساعة ما دخلت جامعة بقيت احب مصر، لكن قبلها لا، يعني كنت بحس ان انا مش عايزة انزل خالص. نفس الحاجة في أنقرة. طبعا هذه ليست بلدي،
طبعا انا لا انتمي الى هنا. الحاجه الوحيده اللي انا انتمي فيها الى هنا هي انها ربتني من اول وجديد، فهي لعبت دور كبير جدا في شخصيتي بصراحه. اما غير كده لا، يعني انا بحس انها بالبلد. يعني انا ممكن السعوديه بس عشان عيلتي ومدرسة، يعني عيلتي اذن اهلي، بقيت عيلتي كلها في مصر. لا يعني مثلا عيلتي اللي في مصر مثلا عشان كده احب اروح لهم، وصحابي يعني بقى عندي صحاب في مصر فبحب جدا ان انا برضو اروح كده. فالغربة دي كانت مفروض انها aside note، بس المهم قلبت كدiscussion. anyways نرجع لموضوعنا اللي بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان الغربة ايه. السايد نوت كانت الغربة مش مكان، الغربة ناس. ماشي. ف اللي انا بقى كنت عايزه اقوله لكم انه الغربه تعبر عن ايه عند جنى. انا بسال نفسي وهجاوب برضو اهو، وهو انه الغربه حاجات كتيره، مش كلمه واحده طبعا. اول حاجه اتعلمت فيها معنى احاسيس كتيره هي اللي انا اتعلمتها كمان غير الدروس، احاسيس بقى مختلفه عمري ما حسيتها في حياتي. احساس الاشتياق او الميسنج. ماشي. missing someone ده انا ما كنتش اعرفه خالص. حوار ان احنا كنا بنقعد نقول oh my god I miss you so much، والجو ده ايام المدرسه واحنا اصلا عايشين مع عيلتنا، وبنروح المدرسه اللي فيها كل اصحابنا وعايشين في نفس السيتي مع صحابنا وعيلتنا وكل حاجه. this is not missing، this is nothing. يعني this is عادي. عارفين اللي هو الله وحشتني الاكله دي عايزه اكلها، هاكلها بكره عادي جدا. الله وحشني الشخص ده عايزه اشوفه الاسبوع الجاي عادي جدا. بس فايه يعني اتعلمت بقى يعني ايه بجد ان حد يوحشني بجد intensely، وقد ايه ان الاحساس ده actually صعب. انا كنت متخيله ان ده عادي. يعني انا يعني عمري ما هتراجع عن قرار اني ادرس بره بس عشان عيلتي هتوحشني. انا كنت بقعد اقول كده عشان ده احاسيس بس عادي. يعني انا مش بس عادي. يعني هنسامح البنت دي كان عندها 18 سنه او 16 سنه فايتس اوكي، يعني ما فيش مشكله. المهم this is one of them. another thing هي حاجات تاني احساس ايه الوحدة. احساس الوحدة ده بجد فعلا فهمته هو ايه مهما كنت surrounded. فهمت بقى يعني ايه ان انا احس ان انا وحيدة حتى لو انا surrounded بناس يعني. وفهمت ان انا احس ايه ان انا مش وحيدة حتى لو انا معيش ناس. فهمت البلوت تويست دي اللي هي ايه ما الكلام الغريب اللي مش مفهوم ده. فهمتوا ازاي بقى ان ده كله حاجات احنا قرارات بنقررها. لا انا عايزة احس كده، هو مش قوي كده بصراحة، عادي بحس بالوحدة برضو. بس خلاص ده اللي هو خلاص يعني عرفت ان انا مثلا اتعلمت مع الوحدة، اخدت منها دروس تانية انه وركزوا معايا برضو تيك نوتس في الحتة دي. بجد لا ركزوا في الحتة دي بجد، بالذات لو حد عايز انه يتغرب او كده. في حوار الوحدة ده بيكون دافع لحظة واحدة عشان عايزة اقولها بالعربي. افعال و actions and consequences او actions and behaviors و consequences تانية كتيرة ليها علاقة باحساس الوحدة. قلتها بالانجلش وهوبفلي تفهموا عشان مش عارفة ترجمتهم. ماشي. افعال وتصرفات وتوالي تقريبا. ماشي. consequences توالي او نتائج مربوطة ناتجة عن احساس الوحدة. تمام. في طريقين اللي انا اعرفهم، يعني ممكن يكون في اكتر. في طريقين. اول طريق يا اما انه بقى انه نتعلم، يعني ده اللي انا الحمد لله وربنا يزيدني طبعا مش بتكلم مش بحاول ان انا اشو اوف او اي حاجه ملهاش علاقه بشوينج اوف، بس اتعلمت ان انا يعني ايه استأنس واتونس بربنا بجد، لان هو ده الوحيد فعلا اللي معانا 24 ساعه. واحنا مثلا هنا بالذات لو في فرق وقت، هو الحمد لله هنا في تركيا ما فيش فرق وقت، بس ستيل فرق السكادجولز او فرق الجداول. اوكي. فرق جداول الناس واوقات الاجازات والويكند. يعني مثلا الويكند سبت وحد مش جمعة وسبت زي في مصر مثلا وفي السعودية.
فرق الجداول، فرق الاجازات، فرق الجداول عامة يعني، مش لازم فرق الوقت، بيتحس زي فرق الوقت. فده بيخلي انه لما انتوا تبقوا فاضيين، مش شرط ان صحابكوا اللي هناك في مصر واللي في السعودية، او يعني قصدي اللي في بلاد تانية، مش شرط ان هم يبقوا فاضيين. فدي كمان علمتني انه خلاص، يعني انا فعلا ال24 ساعة اللي معايا بس هو ربنا. عايزين تتكلموا بقى، بتتعلموا انكم تتكلموا مع ربنا، يا اما تدعوا، يا اما بقى في حاجات تانية. جورنالينج مثلا، انا ابتديت جورنالينج برضو لما جيت هنا، يعني ما ابتديتش وانا وانا في حياتي السابقة، ايام ما كنت برنسس مع اهلي معززة مكرمة. المهم فبنبتدي نلجأ لحاجات تانية. ممكن تلجأوا لثيرابيست عادي، ممكن تلجأوا لصحابكم. انا هنا مثلا ما لقيتش الصحاب اللي انا بدور عليهم بصراحة، ما لقيتش الصحاب اللي زي بتوع مصر، ومش هما اللي انا بقدر اجري عليهم في كل كبيرة وصغيرة او 24 ساعة. لو لقيته دي نعمة كبيرة جدا 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 جدا. يعني انتوا خلاص لو لقيتوا بجد صحاب قوي ماشي في البلد الغربة، which is very rare I think. فانتوا كده يعني ربنا رزقكم رزق كبير جدا، يعني رزق بجد. المهم مش هنقعد نتكلم على قد ايه ده رزق كبير، ده كنز، ده مش رزق كبير، ده كنز، عشان على الاقل حاجة تهون عليكم. اما بقى لو ليكوا اهل في البلد بتاعة الغربة، فاحب ان انا ابشركوا، انتوا تعتبروا ان نص الغربة راحت منكم، انتوا كده نص غربة نص مش غربة. تمام؟ فدي برضو نعمة كبيرة جدا 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 جدا. تمام؟ بس المهم كان ايه موضوعنا؟ فده طريق من الطرق انه ازاي تتعاملوا مع الوحدة. دي طريقة ما، ودي كويسة. هل ده بتشيل منكم احساس الوحدة؟ مش هقول الاجابة المثالية لا مش بتشيل، هي دي الاجابة الواقعية، هي لا مش بتشيل تماما. عادي بيجي برضو، بس you have to deal with it. وعادي at some point خلاص بتتعودوا عليه، اللي هو ايه ده، يا احساس انا عادي بحسه كتير. ما تعيطوا تكلموا ماما تعيطوا لها عادي جدا، وبعدين خلاص بتكملوا يومكم عادي جدا. يعني الموضوع خلاص بقى فاهمين اللي هو. بس هو في الاول ايه ده، ايه الشيء الغريب ده، ايه ده انا ايه ده، ايه اللي بيحصل فيه، ايه ده، اكتئاب ده ولا ايه؟ يعني انتوا اصلا في الاول ما بتفهموش ده احساس ايه، فاهمين اللي هو ده حاجة غريبة جدا. مش بيترجم انه انا حاسة ان انا وحيدة خليني اعمل كذا كذا، لا هو ده بيكون ترايل اند ايرور، بتستكشفه. يعني حسيت ان انا بجد بيبي وبتربى من اول وجديد. انا حرفيا اتربيت من اول وجديد هنا. يعني انا بجد شخصيتي بقت اختلفت تماما، بالذات ان انا كنت متدلعه جدا، دلوعه قوي. لو ما سمعتوش البودكاست اللي قبل كده، فانا اصغر واحده في اخواتي، انا دلوعت الدلوعين. كنت عايشه حياه الاميرات في السعوديه، وما كنتش حاسه ان انا عايشه حياه الاميرات، كنت فاكره ان ده الطبيعي. ولكن لما جيت هنا عرفت يعني ايه حياه بجد، وعرفت نزلت الارض الواقع، وما زلت شويه في دينايل. لا بهزر مش قوي كده. المهم فبعدين ده الطريق التاني، وهي انه الاحساس بتاع الوحده ده زي ما قلت لكم مش بيترجم ان هو احساس وحده، هو بيترجم حاجه غريبه. اول حاجه بيجي كconfusion، اللي هو I don't understand what I'm going through. هو كده يعني، هو بيجي كده في ايه، انا ايه اللي جرالي، بحبك. بجد لا بجد اللي هو ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انا ايه اللي جرالي ده، في ايه، اللي هو حاجه confusion. ممكن مثلا حد يقوم مترجم ده انا بقى كده محتاجة صاحب عادي. وده على فكرة يعني انا مش ملاك، انا اكيد عدى من بالي الفكرة دي، الحمد لله. اولا ربنا هديني الحمد لله، ده كرم من ربنا. تاني حاجة ان انا بصراحة ما فيش اي حد هنا يتصاحب ولا يتبص في وشهم بصراحة. قمر، ولكن قمر من بره بس، غلاف فازة جميلة جواها قرف. استغفر الله العظيم، مش قصدي، بس بجد هم شخصياتهم تقفل تنكين ماشي، معظمهم مش كلهم برضو، عشان ما نعممش. بس طبعا مش زي المصريين سكر شربات يوقعوكوا، بس في الاخر طبعا ايه كلنا عارفين. لا والله برضو مش كلهم، يعني مش عايزه اقول برضو حاجه جنرال، بس فعلا معروف ان الولد معني مش هنقعد نتكلم عن الحوار ده، not our topic. المهم
فالحمد لله دي طبعا حاجة عادي بتخطر في بالنا كلنا كبشر. الله ايه ده، حاسة ان انا كده مش مظبوطة اصاحب، وكل اللي حواليا عادي بيصاحب بقى ومش عارفة ايه وكده، وخلاص الحاجات دي منتشرة. ولكن لا، لحظة واحدة، هناخد وقت نقعد نفهم احنا في ايه. ماشي. كمان حاجة تانية، لو احنا اتسرعنا في ان احنا ناخد اكشن اول ما نحس الاحاسيس الغريبة اللي احنا مش عارفين نترجمها دي، فده مش حلو قوي، لان احنا كده عمرنا ما هنفهمها وهنفضل عايشين في حالة of chronic confusion. يعني ايه chronic confusion؟ I will need to translate this. يعني I hope ان هو بيسجل، لان ده application جديد. I don't know if it's working وانا براه. chronic يعني مزمن، confusion يعني ارتباك مزمن. chronic confusion يعني هنفضل في حالة مزمنة من اللخبطة. ماشي، متلخبطين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. والحالة دي ممكن على فكرة تطول لحد بقى سنين، لحد ما شخصيتنا بجد تتكون ونبقى ناس من اللي بيتقال عليهم ايه ده unstable، ده شخص مش متزن نفسيا او عقليا. تمام. عشان كده في المراحل دي اللي هي شخصياتنا بتمتحن جامد جدا لدرجة انها بتهتز حرفيا، كأنه earthquake بيهتز. تخيلوا معايا دلوقتي حاجة قاعدة، ازازة مية واقفة على ترابيزة مش ثابتة، الهزازان ده بيحصل. تمام. لازم بنقف ونتساءل what is happening، ما ناخدش اي اكشن. ماشي، دي حاجة برضو. المهم بس ففي الطريق التاني هو ان احنا بقى بنسكن الاحاسيس دي. يعني ايه بنسكنها؟ زي المسكن كده، ناخدها نعمل اي افعال من غير ما نفكر ولا نحاول نترجم ولا نفهم ايه اللي بيحصل ولا نحلل ولا اي حاجة. هوب ناخدها. انا مش مظبوطة، خليني اخد ده على ده على ده في ده في ده في ده. مش لازم بقى حوار المصاحبة. انا اديت المصاحبة ده اللي هو حاجة بتخطر كده على البال اول ما حد يقول انا حاسس اني وحيد يلا ارتبط. نو، في حاجات تانية ممكن تحصل. مثلا لو متاح نايت كلاب، بار، صحاب مش عارفة عاملين ازاي، طب اجرب حاجة جديدة. هي يا اما حاجة جديدة، هي اي حاجة بتبقى جديدة، اصاحب حد جديد، اجرب حاجة جديدة، سواء بقى اشرب سجاير، اشرب خمرة، اشرب مش عارفة ايه، بيرة، ما كده فاهمين. بس فبتبقى حاجات كده اللي هو عايزة اي حاجة تدستراكت مي من اللي انا حاساه ده او من اللي بيحصل معايا ده. فدي سكة يعني الخطوة فيها بتزق في الخطوة دي زحليقة. يعني دي بتدخلوا فيها بتتزحلقوا بقى، دي بتاخد دي ورا دي ورا دي، فبتدخلوا في حاجات بتفضلوا على فكرة فعلا بتسكنوا نفسكم، عشان خلاص بتدخلوا في دوامات كتيرة ملهاش نهاية، وحاجات بقى كتيرة جديدة تقدروا تجربوها. ما هو خلاص احنا شلنا حدودنا وتخلينا عن مبادئنا، فخلاص يعني بقت ايه، مفتوحة على البحري. ففي حاجات كتيرة فعلا ممكن تجربوها جديدة والله وجميلة وشكلها كويس. ولكن انا اعتقد، انا ما جربتش امشي في الطريق ده، ولكن انا اعتقد ان الناس اللي مشيت في الطريق ده ما بتبقاش مبسوطة قوي ديب داون. لا، ما بيبقوش مبسوطين عادي. بتكون في فرحة البدايات الجديدة اللي هو زي ما اي حد يجرب اي حاجة جديدة، ولكن بالليل لما بيقعدوا على السرير ما اعتقدش انه ويقعدوا يفكروا كده، ما اعتقدش انهم بيكونوا مبسوطين. بس ده برضو بفكري المحدود حاليا، لان انا متأكدة ان ممكن بعد سنة اسمع البودكاست دي واكرنج عادي جدا. احنا قابلين للتغير، ولكن انا بقول لكم ايه الحاجات اللي انا شفتها. في ناس سلكت الطريق ده وناس سلكت الطريق ده. اللي سلك الطريق التاني بيضيع وبيتوه وبيفضل في متاهة لمدة طويلة، لانه ما اخدش وقته عشان يفهم. او عادي، هو الموضوع كمان مش اللي هو irreversible، بس اصعب انكم ترجعوا منه. يعني لو دخلتوا في طريق التاني صعب انكم تسيبوه شوية، لانها زحليقة، صعب انكم تقفوا في النص. بس it doesn't mean انه it's impossible. عادي، احنا ممكن نتوب في اي وقت. بس المهم مش ده حوارنا، برضو طولنا قوي في الحتة دي، بس هناخد وقتنا عادي، مفيش ناس كتيرة بتسمعنا، هنكمل. ماشي. البوينت اللي بعدها غير بقى الحوار الوحدانية ده يعني بارت كبير actually، وهو اللي بجد بيخليني كتير جدا كونسيدر قرار ان انا اعيش هنا حتى بعد 6 سنين وانا متغربة
كل مرة برجع تاني من اي اجازة. بصوا انا بسافر اجازات وارجع قد كده كل مرة every single time. مفيش مرة ما عدتش ما فكرتش يا ترى هل كنت ما اعيش هنا. بصوا يعني انا حتى في اخر سنة، ربنا يجعلها اخر سنة يا رب، وبرضه بقعد افكر اللي هو ايه ده، طب ارجع، طب ايه القرف ده، طب مش يعني اول اسبوع دايما بعد الرجوع بيبقى كده معايا. انا معرفش بقى عن الناس التانية، بس معايا بجد باخد اسبوع عشان ابتدي اتقبل البلد تاني. ماشي، ده كل مرة اسافر فيها. المهم فبس احساس الوحدة ده بجد بيكون كبير جدا. اتعلمت بقى حاجة تانية برضو، واحساس الوحدة على فكرة حتى انا يعني بحسه حتى لو انا عندي صحاب. ليه؟ لان برضو دول مش صحابي قوي، يعني اللي هو برضو مختلفين عني. ايه بقى تاني حاجة ايه اللي اتعلمته برضو من يعني نتيجة عن احساس الوحدة ده؟ برضو اللي اتعلمته اتعلمت ازاي فعلا اتقبل ناس، ازاي قصدي اعرف اعمل صحاب واستمتع معاهم في حين ان مفيش اختيارات صحاب كتير، واخرج معاهم كمان واتبسط ومش عارفه ايه يعني واتبسط بجد، مع انهم اصلا اللي هو انا يعني مش قوي ناس، انا اصلا كده. فاتعلمت ازاي انه اقدر ايه يعني استمتع باللي عندي، خلاص هو ده اللي عندي. ودي حاجة صعبة. يعني مثلا انا متخيلة ان مع ان برضو انا سمعت كتير جدا ان الناس في مصر بصعوبة جدا بتعرف تلاقي صحاب وكده، بس بحس ان الموضوع برضو منفتح اكتر او في اختيارات اكتر، ان خلاص انا مش عاجبني الناس دي اقدر اعمل صحاب تانيين كذا كذا كذا. لكن هنا لا، حاسة انه التشويسز اقل، بالذات كمان ان انا اجنبية. فبحس ان يعني ده في صالحي ان انا اعمل صحاب اجانب برضو، مع ان انا في الاول خالص ما كنتش بستلطف حتى الاجانب اللي معايا. انتوا متخيلين؟ يعني كان بالنسبه لي الاتراك ارحم، او ان انا اقعد اتكلم وكده مع الاتراك ارحم من الاجانب. بس لا خلاص الحمد لله، يعني عرفت اكون الصحبه اللي تكون اللي تساتسفاي مي. مش شرط ان احنا قريبين قوي ومش عارفه ايه وكده، بس they satisfy me enough ان احنا نخرج نستمتع نرفه وكده، وكلنا كده كده في طب وكلنا في نفس القرف وكده، فخلاص يعني بعرف ان انا ايه ارفه معاهم. ده برضو سكيل ما كانش عندي. لا انا بالنسبه لي في مصر I was very picky، وما زلت بصراحه very picky في حوار الصحاب. يعني انا في مصر لو حد مثلا مش عاجبني قوي او مش عارفه ان انا اتاقلم معاه، لا خلاص مع السلامه باي باي. يعني انا ايه اللي يجبرني على كده؟ بكون مستغنيه اكتر. هنا لا، بحس انه احتياج اكتر، فلازم ان انا ايه اتقبل وامشي نفسي واتعلم ازاي حتى استمتع واتبسط بالصحبه دي. تمام. معرفش لو حد منهم بيسمع من الجروب بتاعي، بس لا انا بحبكم عادي. انتوا مش الناس الوحشه اللي انا بقول عليهم ان كيس ان حد بيسمع. ما اعتقدش ان حد منهم بيسمع، بس anyways هما بجد بحبهم، يعني لان في منهم عرب كتير. دول يعني الحمد لله لقيتهم وكده. وهم بجد لذاذ جدا. هم بس عشان اصغر مني، فاحنا دايما السكادجولز بتاعتنا جداولنا مختلفه. المهم مش هحكي لكم همنا دلوقتي. المهم الحاجه التانية اللي بعده، في ايه تاني بعده؟ هو موضوع الصحاب ده. يعني ده I think ان هو بنحسه حوار ان احنا يكون عندنا اختيارات قليلة قوي في الصحاب والصحبة وكده. يعني حتى الناس اللي انا مش طايقاها اتعلمت ازاي ان انا اقدر اتعامل معاها كأن انا طايقاها عادي، وان انا استمتع حتى معاها في صحبتهم، حتى لو ناس يعني انا ما بحبهاش او انا normally I would never ان انا اصاحبهم. لا اتعلمت ازاي فعلا اعرف ان انا اتقبلهم واصاحبهم واستمتع معاهم. فدي حاجه حاساها اللي هو كبيره قوي. وحاسه ان هي حاجه بنتعلمها في الشغل اكتر من في سنين الجامعه، لان في الجامعه زي ما قلت لكم بحس ان الاختيارات اكتر عن الشغل خلاص هم الكو وركرز او زمايلكم يعني في الشغل، وذاتس ات، مفيش اوبشن تاني. فغصب عننا بنتعلم ان احنا نتقبل زمايلنا في الجامعه في الشغل. بس فدي حاسه ان انا اتعلمتها بدري اكتر الحمد لله يعني. بس في مصر لا I am still picky بصراحه to some extent، عشان خلاص بقى انا مش ناقصه. ما انا مش هستحمل اللي هنا واللي هنا. لا محتاجين حاجه
نتنفذ منه. ايه تاني برضو عن موضوع الوحدة؟ عن الغربة، سوري. الغربة برضو مش زي ما احنا فاكرين حوار بقى فسح وهلف واعمل ومش عارفة ايه وهكون بقى هعيش في بلد ايه. حتى لو عشتوا في احلى بلد في العالم، بالذات لو انتوا رايحين عشان شغل which is obviously، يعني هتعيشوا ازاي هتصرفوا على نفسكم؟ اكيد عشان شغل وكده. فدي ما بتحصلش الا بارت قليل جدا، يكاد يكون ان انتوا لو كنتوا عايشين بره البلد دي كان ممكن تشوفوها اكتر. يعني انا مثلا عايشة في تركيا، صحابي اللي سافروا تركيا شافوا في تركيا ويعرفوا عن تركيا اكتر ما انا اعرف عنها. انتوا متخيلين؟ عشان انا قليل جدا ما بلف. انا لحد دلوقتي حتى اعتبر ان انا ما لفتش اصلا في تركيا، يعني فاهمين؟ مش بقى اللي الناس متصوراه ان ايه ده انت عايشه في تركيا. الله، انا عايشه في انقره اولا، مش في اسطنبول. فانقره is not like اسطنبول at all خالص. انقره اوحش بكتير. انقره قديمه يعني وما فيهاش بحر المهم مش هنقعد نتكلم عنها. دي حاجة. الحاجة التانية، لا انا مش بقعد الفلف زي ما انتوا فاكرين، هي مش وندرلاند. انا ما بيكونش عندي وقت ان انا الفلف اصلا. فدي حاجة بتكون percentage قليلة جدا. يعني انتوا لو انتوا هتسافروا عشان تعيشوا في بلد حلو عشان تقدروا انكم تتفسحوا فسح حلوة، فده ما بيحصلش. هو الواحد بيكون too involved في حياته اليومية وفي أموره اليومية وفي الروتين، لدرجة ان مفيش وقت انه يقعد يلفلف. اللفلفة دي بتبقى مرة في الشهر. ده لو انا عايزة الفلف في أنقرة مرة في الشهر ممكن اروح مكان جديد. وده يعني مرة في الشهر، ده حتى انا كده اكرمتكم. لكن عامة لا، مش بروح اماكن جديدة عمالة على بطال، نو. وبقى لفلفة في البلد عامة، فده مرة في السنة، ده يبقى كتير قوي. يعني انا قعدت تقريبا اول 3 سنين في الجامعة ما بلفش اصلا خالص، ما بسافرش برا انقرة. لكن مثلا اسمه ايه ده، يعني مثلا ممكن بس حتى لو يعني ممكن تقولوا انتي عشان بتدرسي طب فطبيعي. لا، حتى لو بدرس حاجة تانية، حتى لو هسافر فده هيكون مثلا ماكسيمم اللي انا شوفته. يعني ممكن يبقى ماكسيمم مرتين في السنة اللي نروح بقى سيتيز جديدة. لكن غير كده لا طبعا، مستحيل ان احنا نقعد نلفلف كتير قوي كده. يعني مرتين ده لو احنا نروح بقى نلفلف في حتت ابعد. لكن بقى في الرحلات اللي هي يوم واحد يومين او كده، يوم واحد دي اللي هي بتكون حتت قريبة من السيتي اللي انتوا عايشين فيها، ودي بتكون حاجات اللي هو صغنطوطة خالص مش عارفة ايه. لكن انا بتكلم على لفلفة حقيقية بقى وتورست والجو ده، لا ده قليل جدا. ده ما بيحصلش في الغربة على فكرة. هو احنا بنكون فعلا مشغولين قوي بحياتنا، بالذات انه الواحد في الغربة بيكون عليه مسؤوليات اكتر من لو كان في بلده. ليه؟ لان في بلده بيكون عنده معارف وعنده عيلته، most probably بيبقى عايش مع عيلته. المسؤوليات بتبقى اقل شوية، بيكون الواحد يعني نفسيا مرتاح شوية انه لا انا هدي الحاجات دي. في مسألة الديليجيشن، معرفش دي يعني ايه بالعربي خالص، ان انا اوظف حد يعمل المهام دي بتكون اكتر في بلدنا بحس. delegation وفد، يعني ايه وفد؟ تفويض بالظبط. تفويض امورنا يعني في الغرب، قصدي في الغربة مسألة التفويض امورنا وتفويض المهام اللي عندنا دي بتكون اقل، عشان معارفنا بتكون عامة اقل. المعارف حتى لو عندنا معارف فهما ما بيكونوش معارف اللي هو علاقات عميقة لدرجة، او علاقات مش لازم تكون عميقة، بس قصدي مستواها يسمح ان انا افوض المهام دي للشخص ده. يعني العلاقة لا تسمح بكده. لكن في مصر مثلا، بالذات في مصر، معرفش اكيد برضو عن البلاد العربية التانية I think this applies برضو، بس في مصر مثلا لا، بحس انه مسألة العلاقات عادة عادي والمعارف بتسمح بكده. فاهمين؟ مش عارفة اشرح قوي، بس ان شاء الله انتوا اكيد فهمتوا. بس فالموضوع ده هنا بيسك، يعني المسؤوليات بتبقى اكتر واكبر وبتاخد وقت اكتر عشان احنا اللي بنعمل كل حاجة. بس
فعشان كده ما بيكونش في وقت قوي برضو لحوار الفسح والجو ده، لا ما بيحصلش. هو بس ممكن يبقى المستوى العام، مستوى المعيشة العام اعلى من لو احنا عايشين في بلدنا. يعني ده برضو من اسباب ان الواحد يختار الغربة اصلا. كعيلة مثلا اكيد بيختاروا الغربة عشان مستواهم هيبقى اعلى اعتقد يعني. بس لكن غير كده فسح ولا لا لاند ووندرلاند، نو اتس نوت ذات واي. واو، بقالي نص ساعة، معلش طولت عليكم. ايه كمان؟ هو انا خلاص هختم هنا عشان كده ده كتير. وبصراحة مش عارفة، بصراحة مفيش حاجة تانية خطرة في بالي I think. يعني هي دي اهم حاجات. بس غير كده طبعا بتتربوا من اول وجديد، يعني بتتربوا بتعرفوا ازاي انكم تتعاملوا مع الناس، تحطوا حدود. دي حاجة اكتشلي برضو انا اتعلمتها، ازاي اقدر احط حدود وابقى كويسة. بس دي حاجات بنتعلمها عامة مع الحياة، يعني no matter what البلد. بس دي الحاجة اللي انا قلت، يعني هو اللي انا فاكراه عن الغربة. و that's it. thank you. bye.